السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. بصوا يا إخواننا، المكان ده نحب أموت والله العظيم، يعني يعتبر المكان ده هو المتنفس الوحيد لينا. نطلعوا له. ده حتة أرض اشتريناها بطلوع الروح، يعني اللهم لك الحمد. وزارعينها بصل وكرنب بقال وخضرة وكده. بس إيه يعني أروح نقعدوا فيها كده نشم نفسنا ونشوف الخضرة ونشوف الوسع ونشوف الهواء وزي كده يعني. أنا كان ليا فترة كبيرة ما رُحتش هناك، فقُلت ما بدهاش عاد، طب ما فايقاش إيه نعمل؟ فقُلت لأ، لازم ناخد بعض الجمعة ديّة ونروح ناخد لي لحظة هناك يا أخوانا، الواحد نفسيته بقت تترعب والله العظيم. فقُلت معليش ما بدهاش لازم ناخد بعض ونروح. رُحت لك وصحيت بدري، عملت لي حباية عيش مصري أو عيش فلاحي يعني، أو العيش المرحرح ده اللي أنا هنعمله، الفيديو بتاعه قاعد في القناة هنا اللي عايزة تعرف طريقته. المهم خلّصت حباية العيش وخدت بعضه ورُحت، طب مش فايقة، ما ليش دعوة برضه لازم حاروح. المهم اللي ما عملش لايك يا أخوانا يالّا اخبط اللايك المتين كده وريني نفسك عشان تتفرجوا على الفيديو ومش هتعملوا لايكات، اعملوا لي لايك يالّا. رُحت قُلت إيه ناخد حباية غلْط هناك، بقى الدقيق بتاعي خلص، وقُلت حناخد حباية الغلة بتاعتي وحنروح إيه نلقطها هناك، حنروح نهويها وننقيها هناك. كان الدقيق بتاعي خلص طبعًا، فلازم نطلّع لي حباية غلة نهويها. إحنا الغلة نشتروها من السنة للسنة، يعني الواحد على حسب عدد الأسرة والعيلة هنيته، في اللي يجيب 3 أرادب 4 أرادب، إحنا دَب يعني إحنا أسرة صغيرة فردَبّة يكفينا يعني. بس فرُحت خدت لي حباية غلّة ورُحت قدّامي عاد المنظر الجميل ده وقعدت إيه نهوي ونلقّط في الغلّة. بُصّوا الغلّة ليها 3 سنين راجلي يجيبها حال الطين. يعني والله العظيم إيه تضحّك عليك إني ولا إيه، يجيبها مليانة شعير ومليانة سبوس ومليانة تراب وفيها حجارة وحالتها حال. فالواحد يقعد عاد إيه ياخد وقت عاد نهوي ونلقّط وننقّي فيها ونصرف فيها 3 سنين. قُلت للسنة ديّة بإذن الله لازم حنروح معاك ونمسك نفتح شولة الغلّة ونقلّبها زين ونشوف عشان إيه، هنقعد كل ما نعوز نهوي لي حباية غلّة ضهري يتكسر ونشرب المَر يعني. بس المهم جبت الغربال بتاعي عاد وجبت العجانية وقعدت إيه نهوي حباية حباية كده نمسكهم في اسمه إيه ده في الغربال نهويهن ونصربهن ونعدلهن ونروح إيه وننفخهن زين، يبقى مليانات تراب طبعًا هيتعبني في الغسيل. راح السابوس ده حماتي قالت لي ما تقلقيش ده هيقِب على وش المَيّة يعني لمّا جه يتغسل، أها شايفين مليانة والله العظيم. فقالت لي مش مشكلة يعني حيعمل معاكِ على المَيّة لمّا هنجي نغسلها وحنعملها. رُحت خلّصتهن وحطيتهن في العجانية وغطيت العجانية وقُلت إيه خلاص عاد وقت الجمعة مش هينفع نقعد، أنا كنت ناوية حناخدهن واخدة الشوالة وعلى أساس حنغسلهن بالمَرّ ونفضّى مني الموضوع ده، بس الجمعة جات فقُلت إيه نروّح نعمل غدا للعيال عاد كفاية. رُحت روّحت قطّعت بسرعة شوية بطاطس صوابع، عيالي يموتوا فيها يحبوها والله موت. ورُحت إيه اديتها غلوة كده بشوية مَيّة بملح عاد إيه خلّيتها في مكان تاني والله العظيم، كأننا ما كناش عايشين يا جدع. بُصّوا خطيرة، تبقى كده من برّه مقرمشة ولونها دهبي كده وجميل ومن جوّه طرية، لأ، لأ حلوة جميلة. ورُحت جبت حباية الطعمية اللي أنا كنت عاملة منيها ونزّلت لكم برضه الطريقة على القناة، طلّعت كيس طعامية طعانية. رُحت عملتها وقليتها كده، حطيت لها الكربون وحطيت لها التوابل والملح وقليتها، ما حدش يتريق على الطاسة بتاعتي دي عِشرة عُمر خلّي بالكم يعني. وعملنا جنبيها شوية سلطة وشوية مخلل وإيه، واتغدينا عاد بالعيش اللي أنا خابزاه. لو وصلتوا لغاية هنا دوسوا لي لايك وسلام عليكم.